طبعا انت كل ما بتشوف فيديو ليا بتعرف ان انا جاي اوريك حاجه جديده وغريبه، وغالبا ما بتكونش شفتها قبل كده، بس النهارده معانا الغريب كله، الحاجه اللي قليل قوي اللي شافوها واقل منهم اللي استخدموها. عمرك شفت دي قبل كده؟ اللي انت شايفه ده ولا هو طماطم خضراء ولا برقوق ولا اي حاجه انت ممكن تكون شفتها قبل كده. ده يا سيدي توت الوزه او عنب الثعلب. وخليني ازيدك من الشعر بيت واقول لك ان عنب الثعلب ده هو الثمره اللي لما بتتاخد وتتعصر بيطلع منها زيت الامله الاشهر على الاطلاق. تعال بقى كده مع بعض نجرب عنب الثعلب ونشوف طعمه عامل ايه، وبعد ما نجربه هقول لك بيجي منين وفوائده ايه. يلا بينا، بسم الله. يخرب بيته، هاكلها. عنب الثعلب ممكن يكون من أسوأ الفواكه اللي دقتها لغايه دلوقتي. ده شكله من جوه، الثمره من جوه كثيفه جدا، ما فيهاش اي فراغات، تحس ان انت بتاكل حاجه عامله زي التفاح بس ما فيهوش ميه، تحس ان هي حاجه كده مكبسه. بص حتى لما باجي ادوس هي ناشفه. طعمه مزز جدا 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 مع مراره ممكن تخليك ما تقدرش تكمله وتقوم راميه في ساعتها، لكن الغريب فيه انك بعد ما بتاكل وتبلع بقى القرف اللي انت اكلته ده بتحس بطعم مسكر في بقك بشكل مش طبيعي. جه منين؟ الله اعلم. طب انت اكلت حسيت بطعم حاجه مسكره؟ نسيت كل حاجه جايه. وحش قوي. هتدوق دلوقتي، لازم تدوق. لا والله لازم تدوق، انا البسها لوحدي. غريب جدا انك تحس بطعم مسكر بعد البهدله دي كلها. الثمره كلها على بعضها بتتاخد وبتتعصر وبيطلع منها زيت امله. انا هتجنن من طعم السكر اللي في بقي من بعد المزازه الفظيعه والمراره الفظيعه دي. خلصنا بقى فقره القرف والمزازه وعوجان البق، تعال ندخل بقى في الفوائد بتاعته. اللي انت شايفه قدامك ده مصدر غني جدا للكالسيوم والفوسفور، فيتامين سي، فيتامين بي، حديد، نياسين، كل المواد دي موجوده جوه الشيء اللي انت شايفه قدامك ده. وطبعا طالما قلنا فيتامين سي يبقى لازم نقول معاه مضادات اكسده، لان فيتامين سي من مضادات الاكسده، واللي انت شايفه قدامك ده مليان مضادات اكسده. وتعالى اقول لك على سر، عنب الثعلب بيعتبر من اقوى المنشطات لصحه الرجال. ومن اهم فوائد توت الوزه انه بيساعد جدا على سرعه امتصاص الكالسيوم. للسيدات او للرجاله اللي عندهم شعر، لو قدرت تجيب عنب الثعلب هاته واعصره واعمله كده زي لبخه عجينه، وابدا دخله في شعرك لغايه ما يوصل لغايه فروه الراس، وسيبه نص ساعه. بعد كده خش اغسل دماغك وهتتفرج على نتائج مبهره، بس يا رب ما تبقاش شبهي في الاخر. بيساعد على ضبط مستوى السكر في الدم، وكمان مضر قوي جدا للبول. بيخفف من الام العاده الشهريه عند السيدات. منظف قوي جدا للكلى من السموم. لو قدرت تدخل عنب الثعلب جوه نظامك الغذائي هتخس بسرعه جدا، لانه بيساعد قوي على الحرق. مفيد جدا لصحه العيون، وبيساعد جدا في الوقايه من اعتام عدسه العين. عنب الثعلب منشأه الاصلي الهند، وبيتزرع كمان في امريكا الوسطى وامريكا الجنوبيه. عارف انت لما بتتفرج على الهنود، شاروخان، ابي خان، عمو خان، مش عارف مين خان مين، كل الناس دي انا ما اعرفش اساميهم، هو شاروخان بس اللي اعرفه، بس المهم الناس دي انت بتنبهر بشعرهم. جزء اساسي من الشعر اللي انت بتشوفه ده التكوين الوراثي والبتاع ده، لان ده المشروب الرسمي في الهند. انا ما اعرفش ازاي ده المشروب الرسمي عندهم بطعمه المنيل ده. ونيجي للقطه السعر اللي انا عارف انك قاعد مستناه من اول الفيديو. والله انت قاعد مستني تسمع السعر. المهم يا سيدي، كيلو عنب الوزه او توت الثعلب او توت الثعلب وعنب الوزه، والله انا حتى اتلخبطت في الاسمين من بعض، مش هعيدها تاني. المهم ان الكيلو من ده عقبال ما يوصل مصر هيبقى عامل في حدود من 700 ل 800 جنيه، انما هو في بلده ملوش سعر خالص. لو لقيته هاته، لو ما لقيتوش ما تجيبوش. ليه؟ عشان انا جبته مكانك.